ونسيت اقول لكم، كسب 24 مره وخسر مره و12 كي او. بالنسبة للبطل اللي انت اخترت ان انت تبحث عنه وتكتب عنه هو كان بيفول. اه، درست ايه عنه؟ بيفل اتولد في كيرغستان. أول مرة لبس الجلافز كان هو عنده 6 سنين. ديمتري بيفل كان ولد نشيط، فباباه فكر إنه يدخله عالم البوكسنج، وفعلا كانت فكرة حلوة لأن عجب. كان حب إن هو يضرب الضربات صح ويحرك رجله. هو وعيلته نقلوا لبيترسبرج وهو عنده 11 سنة، ومن هناك قعد يتمرن أكتر. بعد ما لعب كانيلو بقى نجم كبير، الناس شافته نظرة تانية. لكن كان في بطل كبير جاي في نفس السكة، هو كان بيتر بيف. لما أول ماتش لعبه كان خسر، بس عادي، الماتش التاني كسبه واتمرن أكتر وكسبه. ديمتري بيفل اتخرج من جامعة ليز جيفت في بيترسبرج، بتاعت الصحة والرياضة. ونسيت أقول لكم، كسب 24 مرة وخسر مرة و12 كي او. كده كلمتنا عن بيفول. قول لي بقى دلوقتي الستايل بتاعه ايه اللي بيميزه؟ ديمتري بيفل كان المدرسة السوفيتية، اللي هو كان بيهجم اكاونتر اتاكس، والاكاونتر اتاكس بتاعته كانت رهيبة. يعني لما يدخل ويرجع الاوبوننت بتاعه كان بينزل ايده، فهو بيروح مديله واحدة يبقى خلاص. الجابز بتاعته كان دايما يقيس المسافة عشان الضربة تيجي صح. الاي كيو بتاعه عالي قوي، لا زي لما كان لاعب اول ماتش مع بيتر بيف، كان بيقف، ما كانش بيتحرك قوي، كان بيصد الضربات. لكن الماتش بتاعه التاني فضل يتحرك وقاعد المسافات صح. زي ما لعب كانيلو، الاي كيو بتاعه كان عالي قوي، كان بيستخدم الاكاونتر اتاكس في الوقت الصح، وكان بيضغط في الوقت الصح. عرف يستخدم المدرسة السوفيتية مع مهاراته صح، فده خلاه لاعب اسطوري. انت بقى استفدت منه ايه؟ اتعلمت من بيفل حاجات كتير جدا، ومنهم الديسيبلين، وبرضه الاي كيو بتاعه كان عالي قوي. اتعلمت من بيفل ان ازاي اكمل الطريق لاخره. اتعلمت منه ان لازم اوصل لحلمي. بيفل ما جابش الميدالية الأولمبية، بقى بطل العالم في الاحتراف، وفعلا استفدت كتير منه في حياتي.